السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده فيديو مشتريات. انا بجد اشتريت حاجات كتير قوي، مش عارفه ايه السر في كده. فيلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لاول مره تشوفيني. معاكم جهاد قيشو، يلا بينا نبدا. خلوني اكلمكم على اول حاجه جبتها، لان انا كنت قلت لكم في فيديو الشعر قبل كده ان انا يعني حابه زيوت الشعر قوي يا جماعه الفتره دي، لان انا حسيت انه الزيوت فعلا بتفرق في طول الشعر وتفرق في الكثافه بتاعته كمان. فعلشان كده قلت لا، انا لازم اهتم كده بالموضوع ان انا اعمل حمام زيت لشعري قبل الشاور وكده. اول زيت جبته هو اللي شجعني اصلا اجيب اللي بعد كده، اللي هو ده اللي هو اسمه تيري شوب. اول واحد اللي هو مكتوب عليه لمنع تساقط الشعر. اول ما فتحته قلت اكيد الزيت ده موجود فيه زيت جوز الهند، لان هو القوام بتاعه ولا هو ميه قوي ولا هو طبعا ماسك نفسه، بس كنت متاكده من القوام بتاعه كده ان هو فيه زيت جوز الهند. فلقيت فعلا ان هو فيه زيت جوز الهند. هو بجد فيه مجموعه زيوت حلوه جدا جدا، فحبيت قوي في الاستعمال. عايزه اقول لكم ان انا كمان كل يوم باخد منه نقطه صغيره قوي قوي بحطها على اطراف شعري كده، وباقي والحاجات اللي باقيه في ايديا بلمس بس بيها على باقي شعري من فوق. لما جبت ده كنت جايباه من على نون، وكان سعره تقريبا 85 جنيه. بعد ما جبته على طول لقيته ضرب ل 130 جنيه. فلقيت واحد تاني نفس البراند برضو، بس لسه سعره تقريبا كان برضو 85، اللي هو ده اللي هو بالحبه السوداء ده كده شكله. ده بقى يعني مختلف عن ده شويه، حتى في الريحه بتاعت ده نفاذه جدا يا جماعه. فده فعلا ما ينفعش دهان يومي خالص. يعني ده زي ما قلت لكم ان انا بستعمله عادي كدهان يومي، لكن ده ما ينفعش ابدا ابدا دهان يومي. هو بس ينفع استعمله قبل الشاور، لكن غير كده لا. بعد كده قلت اعلي الليفل اكتر واروح على الزيوت المشهوره ان هي بتطلع بيبي هير وكده علشان يتقل شعري. فجبت ده اللي هو تقريبا اسمه رنغبوري او حاجه كده. ده كده شكله. هو الزيت ده كان مشهور قوي قوي على يوتيوب، هتلاقوا فيه كمان يعني زي نبته كده من ورا. الزيت ده انا استعملته مره واحده بس، طبعا لسه هعمل لكم عن ريفيو لان انا استعملته بس مره واحده، فاكيد مش هشوف النتيجه من اول مره. ولكن في حاجه لما استعملته، اولا انا حطيته على شعري بس نص ساعه مش اكتر من كده. اول ما استعملته حسيت ان انا شعري كأن في شكشكه في فروه راسي. طبعا انا حطيته بس على فروه الراس، حسيت ان انا في شكشكه في فروه راسي. فانا مش عارفه هل هو فعلا بيعمل كده ولا لا، بس ده اللي انا حسيته معاه. الزيت ده انا جايباه من بيج على انستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت مثبت تحت. بنات بما ان احنا في رمضان وكده عايزين ندعم بعض، لو في بنت عامله بيزنس خاص بيها ومش عارفه ايه، كويس برضو ان احنا ندعمها. كمان عايزه اقول لكم ان الاسعار عندها فعلا حلوه قوي، مش اوفر. في اسعار بتبقى خزعبليه كده، لا هي الاسعار فعلا عندها كويسه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا عرفت ان اسعارها فعلا كويسه من الحاجات بتاعه ذا اوردينري اللي عندها. جبت من عندها اللي هو السيرم بتاع البيلينج سوليوشن بتاع ذا اوردينري. قلت خلاص بقى، يعني انتوا عارفين ان انا نفسي اجربه من زمان، وكنت خايفه ان انا بشرتي حساسه وكده. قلت خلاص يعني مش مشكله، لو لقيته ان هو ما نفعش مع بشرتي هديه لاي حد. بس انا حاسه ان انا ما بحبش احرم نفسي من حاجه. انا جربته مره واحده بس وحاسه ان هو هيعجبني جدا، ما عمليش اي تحسس في بشرتي لان انا حطيته بس هي 10 دقائق. لا هو عمل لي حساسيه في بشرتي بس بعديها، يعني حطيته مثلا العشاء، قعدت لحد ما نمت وشي احمر جدا جدا. طبعا حطيت على طول سيكال فيت على وشي ونمت، فصحيت الحمد لله بشرتي ما كانش فيها اي مشكله خالص. ولكن انا عايزه اقول لكم ان اسعار ذا اوردينري عند البنوته دي فعلا فعلا حلوه جدا جدا، وطبعا اوريجينال. يعني هو لو ما كانش اوريجينال اكيد ما كنتش هقول لكم اصلا على البيج خالص. البيج عندها حاجات كتير قوي قوي في السكين كير والهير كير وكده، فادخلوا عندها تتبسطوا جدا من الاسعار. جبت بقى حاجات كتير قوي قوي من على نون يا جماعه الفتره الاخيره، لان انا يعني شايفه ان الاسعار بتغلى، فمش من مصلحتنا اصلا ان احنا نقعد نستنى، لانه بجد كل يوم الاسعار بتغلى. اللي هو يعني ربنا يتولانا برحمته. دول اللي انا هكلمكم عليهم، دول اللي هم 12 ليب لاينر من براند اسمها MN. دول اول ما الناس جابتهم كانوا تقريبا ب 75 جنيه او حاجه كده. انا جبتهم لقيتهم ب 110. ولكن هل انصحكم بيهم ولا لا؟ بصراحه حاسه انه لا. يعني هو انا برضو ما بحبش احكم على الميك اب من الاول، بس حاسه ان هم ما يستاهلوش الهايب الكبيره قوي اللي طلعت عليهم ان هم جامدين وحلوين. انا حاسه ان هم مش كريمي خالص خالص، ومش كل الالوان بترسم اصلا، او مش كل الالوان بتقدري تستعمليها. اغلبها بجد رايح ناحيه الالوان اللي هي النود على بني، مش النود على بينك. فانتي اصلا لو مش بتحبي الالوان دي او مش بتليق عليكي خالص، فمش حاسه ان انتي هتحبي البراند او هتحبي فكره ان هم 12 لون بالسعر ده. فانا هجربهم فتره اطول وبعد كده اقول لكم على الريفيو بتاعي عنهم. لكن لحد دلوقتي يعني حاسه ان انا مش متحمسه ان انا اقول لكم الحقوهم وهم تحفه ومش عارفه ايه. لا مش قادره اقول لكم كده بصراحه. تاني حاجه جبتها من على نون هو الفازلين اللي هي الليب بالم بتاعتهم، او الليب ثيرابي اعتقد، ليب ثيرابي. يعني انا كنت متحمسه عليها جدا وجربتها. يعني انا حطاها دلوقتي اصلا على شفايفي. بص هو ده كده شكلها من جوه. هي
كريمي قوي قوي، يعني حاسه ان هي مزيته اكتر. بس انت لو مش بتحبي ليب بالم تكون اويلي كده على شفايفك اكيد مش هتحبيها. هي سعرها كان حلو قوي قوي، تقريبا كان 75 جنيه او 70 جنيه مش فاكره. طبعا انا ليا اكواد خصم في نون، هحط لكم على السكرين علشان لو حد عايز يستعملها او يشتري اي حاجه من نون. نون بجد عليها حاجات بتكون فرصه، فاستغلوا الفتره دي. برده من الحاجات اللي انا جبتها من على نون هي البيوتي بلندر دي، اللي هي ده كده شكلها، عشان مش لازم افتحها. انا جايباها بصراحه علشان يعني البيوتي بلندر المفروض ان هي تتغير باستمرار. لقيت دي كان سعرها حلو جدا، كانت نازله تقريبا من 100 جنيه ل 60 جنيه، فقلت اجيبها. لسه ما جربتهاش طبعا لان انا عندي واحده تانية. انا اصلا يعني انتوا عارفين ان انا مش بحط فاونديشن قوي، فبالتالي مش هستعملها كتير، بس يعني حبيت ان هي تكون موجوده عندي في حاله ان انا خلصت التانية او بطلت استعمل التانية، لان انا البيوتي بلندر لازم تتغير كل 3 شهور مره، ما ينفعش تقعدي تستعمليها مدى الحياه. وطبعا احنا عندنا في البيت يا جماعه ما ينفعش نعمل اوردر من على نون من غير ما نجيب المخزون بتاعنا من المناديل، لان احنا عيله بتستهلك مناديل كتير قوي قوي. انا كجهاد اصلا البرد مش بيروح من عندي طول السنه، فعشان كده لازم يكون عندنا مناديل للبيت ومناديل للمطبخ. المناديل بتاعه المطبخ دي كانت رخيصه جدا على فكره. المناديل على نون فعلا رخيصه اكتر، ارخص من السوبر ماركت بكتير. يعني دي احنا كنا جايبينها تقريبا ب 115 ودي كانت ب 40 جنيه، فبجد كانت ارخص كتير قوي قوي من الماركت. اللي جاي ده بقى اهم حاجه في الحياه اصلا. عايزه اقول لكم ان الاوردر لسه واصلني دلوقتي اصلا، لان انا يعني حتى ده ما فتحتهوش. انا فتحت باقي الحاجات بس ده لسه ما فتحتوش. بس طبعا انا عارفه هو ده ايه يا جماعه. انا حاسه ان نون بطلوا يحطوا الحاجات في كراتين. لو في حد لسه بيروح له كراتين من نون يقول لي، لان انا طلبت اوردرات كتيره قوي قوي الفتره الاخيره وما كانتش بتيجي في كراتين. فانا حاسه ان كده البلد في خطر، لانه الكراتين اغلى من الاكياس، فبالتالي هم كده بداوا يوفروا، فبالتالي مفيش فلوس. المهم جبت طبعا اللي هو حبيب قلبنا كلنا لا روش بوزي شيكا فلويد. جماعه الصن بلوك اسعارها بتغلى بشكل يعني خرافي. انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا عشان كده لازم تتابعوني على انستجرام. انا على انستجرام بنزل كل حاجه او العروض بسرعه، لما بلاقي حاجه حلوه وجميله بنزل لكم على طول في الستوريز تحديدا. يعني مش لازم انزل ريل، بس الستوريز دايما بنزل عليها اللقط من الاخر. يعني اللي متابعني على انستجرام عارف اللي هو الصن بلوك بتاع ايزيس فارما، اللي بالمناسبه ما يفرقش ابدا عن لا روش بوزي شيكا فلويد، بجد زيه بالظبط. وقتها لما نزلت عنه الستوريز كان ب 327 جنيه. دلوقتي ايزيس فارما بقى اغلى اساسا من لا روش بوزي شيكا فلويد. فانا قلت بما انه يعني لا روش بوزي لسه ما غلاش الاسعار بتاعته قوي، يعني عايزه اقول لكم انه يورياج بالمناسبه كل الاسعار هتبقى زي بعض، لانه اصلا كل الحاجات الفرنسيه بتبقى زي بعض. فيورياج الصن بلوك بتاعهم بقى ب 730 جنيه او حاجه كده، فتوقعوا ان لا روش بوزي خلال برضو ايام هيكون برضو ب 730 جنيه. فهو حاليا على نون ب 540 اعتقد. وطبعا انا عايزه اكد عليكم ان لا روش بوزي فيشي سيرافي لو مش عارفين، يعني ان اللي موجودين على نون دول هم الستور الرسمي بتاعهم، مش سيلر او صيدليه بتبيعهم على نون. فطبعا لازم يكون مكتوب عليهم المتجر الرسمي او اوفيشال ستور عشان تتاكدوا ان هي الحاجه الرسميه، وهتلاقوها بسعرها اصلا في الصيدليات عادي جدا جدا. فهاتوها من على نون، لان هي طبعا هتحطي الكود الخصم، فبالتالي هيديكي خصم اضافي. انا من دلوقتي بخزن اساسا صن بلوك علشان انا عارفه ان كل حاجه هتضرب في السماء قريب جدا جدا. هي اساسا ضربت بس لسه هتضرب اكتر. وبرده من الحاجات اللي انا جبتها من على نون هو بادي لوشن ده او البادي ميلك بتاع شان. لقيت ناس كتيره جدا جدا بتشكر فيه وان هو تحفه وان هو بديل اقتصادي ومش عارفه ايه. هو حجمه 300 مللي وكان ب 157، وطبعا حطيت كود الخصم بتاعي فاخدت خصم زياده. انا عايزه اقول لكم على حاجه بعملها لما بشتري حاجه من على نون. لما تلاقوا الاوردر بتاعكم زايد عن 500 جنيه اقسموا الحاجه على اوردرين. يعني مثلا لو انتوا هتطلبوا حاجات ب 1000 جنيه مثلا، اقسموا الحاجه على اوردرين 500 و500، علشان انتوا اساسا اقصى خصم هتاخدوه في نون هو 25 جنيه. فعلشان بدل ما تاخدوا 25 جنيه بس تاخدوها 50 جنيه خصم. فاهمين؟ انا بحب اعمل الحركه دي. كمان جبت البيبي اويل ده، يعني انا بحب ريحته جدا هو والموف، وقبل كده كنت جايبه الموف وريته لكم في فيديوهات قبل كده. انا عارفه ان انتم ممكن تحسوا ان الحاجات اللي انا شاريها كتير، بس انا بصراحه يعني حابه ان انا امن نفسي علشان لما الحاجات تغلى ما ندمش ان انا ما اشتريتهاش وهي رخيصه. لانه انا حاسه ان احنا دلوقتي مش المهم خالص ان احنا نحوش، لانه فلوسنا قيمتها بتقل. فلوسنا قيمتها بتقل نص اساسا، مش مثلا بتقل 10% 5%، احنا بنلاقيها بتقل 50% وممكن تقل اكتر من 50%. يعني علبه التونه، انا عايزه اقول لكم ان انا واخويا عشاق للتونه، بنحب التونه زي عينينا. علبه التونه اللي كنا بنجيبها من كام شهر بس، يعني مش مثلا من سنه او حاجه، من كام شهر بنجيبها ب 23 جنيه او ب 25 جنيه بالكتير قوي، دلوقتي بقت بكام؟ ب 50 جنيه. فقيمه الفلوس بتقل 50%، مش بتقل مبلغ قليل خالص. علشان كده
انا ماشيه بمبدا ان انا بستثمر فلوسي في الحاجات اللي انا عارفه ان انا بستعملها. ممكن ما جازفش ان انا اجرب حاجات جديده، لكن لو حاجه انت عارفه ان انت بتحبيها جدا، بادي لوشن بترتاحي عليه، كريم مرطب بتحبيه، صن بلوك بتحبيه، يعني مش هتعرفي انك تغيريه. اي حاجه في حياتك اصلا، حتى لو مثلا علبه صلصه متعوده عليها، متعوده تطبخي بيها، خزنيها. اللي هو بجد امشي بمبدا ان انت لو معاكي فلوس حوليها لسلعه موجوده عندك في البيت، احسن بكتير قوي من انك انت تحوشيها بقيمتها بالجنيه. طبعا لو انت تقدري تحوشي قيمتها بالدولار ده هيكون احسن بكتير، ولكن انا عارفه ان الدولارات مش حاجه سهله يعني ان احنا نلاقيها. واخر بقى كام حاجه اشتريتها كده، بصوا شايفين انا جايبه منه كام واحد، لان هو عجبني. انا جايبه منه كل الاحجام، عجبني جدا جدا يا جماعه. البايو اويل انا اول مره اجربه في حياتي، بس هو انا استعملت ده اللي هو الحجم المتوسط. هو بجد بينعم البشره قوي، بيرطب البشره جدا جدا جدا. انا طبعا ما لاحظتش منه اي حاجه لسه، لان انا فعلا لسه بادئه استعمله. انا بستعمله على وشي بصراحه، بما ان احنا في رمضان كده، فانا يعني حابه ان انا اخد يعني ترطيب اضافي للترطيب اللي انا بحطه، فبحطه وبحط كمان المرطب بتاعي. يعني بصوا انا من الناس اللي بحب اشبع بشرتي في الترطيب، ما بحبش ان انا استخسر فيها الترطيب خالص، لان الترطيب اهم حاجه اصلا في السكين كير. الترطيب خطوه اساسيه ومهمه ايا كان نوع بشرتك. واخر حاجه جبتها بقى عشان حاسه ان انا طولت عليكم، هو الغسول ده. انتوا عارفين رايي فيه، انا بحبه جدا جدا يا جماعه. ريحته قد ايه، ريحته يعني ريلاكس كده، وبتخليكي مبسوطه، وبتخليكي كده تحسي انك انت مطمنه وفرحانه في نفس الوقت. بما ان احنا كمان داخلين على الصيف وكده، انصحكم ان انتوا تجربوه. ده طبعا بتاع المناطق الحساسه. كمان انا كنت ممكن استعمله عادي كشاور جل، ممكن طبعا اغسل بيه اندر ارم، بجد تحفه. بص حته التفتيح وكده فاكس جدا الكلام ده كله، انتوا عارفين ان انا ما بحبش اتكلم في موضوع التفتيح ده اصلا، ولكن هو كغسول تحفه. وبس كده يا بنات، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.